بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ كده بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. في البداية كده احنا هنبدأ نشرح الجريد. دلوقتي أنا عاوز أحدد الجريد ديت. في حاجة اسمها سيلكت جريد تحت. بالمناسبة دي لو ما كانتش ظاهرة معاكم تطلع هنا كده في البحث فوق وتكتب تول بار. أنا مش بكتب ليه؟ مش مشكلة. تكتب تول هنا تول بار وتحدد، تشوف اللي ناقصك هنا وتبدا تحددها، وحددهم كلهم عادي يعني، مش هنخسر حاجه. ماشي، تحدد دول كده زي ما انا محددهم، وتكتب فوق هنا في السيرش هنا تول بار، هيظهر لك الحاجات ديت عشان ممكن ما يكونوش ظاهرين. ماشي، تعالى بقى نروح هنا نحدد اسمها سيلكت جريد. هتضغط عليها ضغطه واحده، تروح مفعلها وتروح ضغط على هنا ضغطتين هنا على الجريد. هتروح جاي محولاك هنا مثلا، دي هنا ان شاء الله في اتجاه الاكس. هنا في اتجاه الاكس هو عايز يشوف المسافات ما بين الجريد A والجريد B والجريد C والجريد D، المسافه ما بين الجريدات دي زي ما انا بقول كده. المسافه ما بين الاي والبي دي مسافه ما بين الجريد الاولاني والثاني والبي والسي. تعالى كده نجرب هنا. اول حاجه هتبقى تحطها صفر عشان تطلع بالاورجن، تعمل وليكن مثلا 5000، وبعد ال 5000 تعمل 8000. لازم تسيب مسافه، هنعمل بس 2 ونشوف اللي انا قصدي عليه. دي المسافه ما بين هنا وهنا هيبقى 5000، وما بين المسافه ما بين بي وسي 8000. تعالى برضو هنا نشوف الواي، وليكن هعمل الاثنين مع بعض، مثلا هعملهم الاثنين نفس المسافات. لو عايز اعمل جريدين نفس المسافات، وليكن مثلا اعمل اثنين في 6000 مثلا. انا مش محددها ولا ايه؟ هي كانت 6000، خلاص خليها 2 في 7000. 2 في 7000، خليها 7000. المسافة ما بين 1 و2 هتبقى 7000، وما بين 2 و3 7000. انا خليتهم هما الاثنين مع بعض يعني، طالما المسافات متساوية بتروح عامل 2 في 7 2 في 6. المسافات هنا في التكلة بالمليمتر، وليكن مثلا عايز ازود كمان واحد هعمل 6000. ونفس الحوار برضه فوق، عايز ازود كمان واحد مثلا اعمله مثلا 6300. نعمل موديفاي. بالنسبة بقى احنا عايزين نغير اسماء الليبل دي A B C D، ونفس الحوار هنا هننزل تحت هنا نخليها زي ما هي A B C D. مثلا عايز اسميها مثلا اخليها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عادي. لو دخلت مسافات زيادة ما بتغيرش في اي حاجة خالص. هنا A B C D E F عدل. طب هنا لو لاحظتوا انا عملت 1 2 من غير ما احط سبيس، فخد نفس خد 1 2 خدها 12، ما خدهاش 1 2 3. فانت لو دخلت الاثنين ورا بعض من غير اي مسافه بتنحسب ان هي تكون حاجه واحده، فكت هتبقى زي الفل. وعادي لو دخلتهم زياده. تعالى هنا بقى تعالى بقى كده احنا خلصنا المحاور في اتجاه اكس والمحاور في اتجاه واي. المسافه ما بين دي ودي بتبدا من 1 و2 وبعد كده 2 و3، ولكن في اتجاه زد الامر مختلف شويه صغيرين. اول حاجه هنيجي هنا في اتجاه زد نعمل هنا من الصفر مثلا. عايز اكون 5000. 5000 هتبدا من الصفر. عايز اخلي بعديها على طول في اتجاه زد 9000. ال 9000 هتبدا برضك من الزد من الصفر. يعني كلهم باخدوا البلان بتاع الزيرو كريفرنس لهم او كمرجع، زي نظام بيتكم مثلا. بيتكم مبني على الارض، فهو انت المسافه بتبدا من الارض ما بتبداش من الدور. يعني هنا بدا من واحد واثنين بينهم مسافه، اثنين وثلاثه بينهم مسافه مثلا 8، وهنا مسافه بينهم مثلا 5. لا انا هوضح لكم اكتر دلوقتي حضراتكم مش فاهمين. ونفس الحوار هنا تغير ديت، تعمل دي مثلا 5000 وهنا 9000 وهنا 7000. ما تركزش في الحته اللي جايه عشان الفيو ليست ان شاء الله هتبقى الحلقه الجايه. هروح اعمل هنا كرييت فيو along لاينز. ما تركزش في دي خالص عشان ده هيبقى لها حلقه لوحدها. ماشي، تعالى هنا نرسم مثلا وليكن مصطفى محمد. ارسم مثلا كولوم. انا عايز اشرح لك الحته بتاعت الزد عشان تفهمها بس مش اكتر ولا اقل، وليه هي اتخذت. هتفهمها دلوقتي بسم الله. نبدا من هنا. ماشي كويس، 6000 ما فيها مشكله، خدها مثلا 10000. تعالى هنا مثلا واعمل واحده اكسباند مفيش مشكله. هنا كويس. ده عند الجريد مثلا 2 من هنا لهنا، ده جريد 2. نيجي هنا كده عند جريد 2، لا مش عايز جريد 2 ولا البيان. تعالى عند جريد 2 ماشي مش مشكله. تعالى هنا عند جريد 2
تعالوا هنا، صلى على النبي كده في البدايه. تعالى هنا عند الايديت، ده انا بشرح لك الفكره بتاعه الجريد عشان مش تتلخبط. دلوقتي انا عايز اشوف المسافه ما بين هنا وما بين هنا. المسافه 5000 من الصفر لهنا لل 5000، ولكن لو جينا نقيس من ال 7000 لل 5000 هنلاقيها 2000. مسافه 2000 كده. المسافه من ال 7000 للصفر دي الزد، اتجاه الزد بياخد من الصفر، ما بياخدش من ال 5000. فهيبقى هنا دايما اتجاه الزد هنحسبه من الصفر مش من الرقم اللي بعديه، علشان ما تلخبطش. عشان وانا اول ما اتعلمت كنت متلخبط دي جدا، كانت بتلخبطني. فنرجع ان شاء الله ل للي كان الفيو اللي فات. ما تركزش عشان هشرح الحاجات دي كلها ولا اي حاجه. انا ضغطت كنترول اي عشان اجيب الفيو ليست، هشرحها وما تركزش. انا عايزك بس تركز في حوار الزد بس. دلوقتي احنا خلصنا الزد هنرجع تاني على الجريد. دلوقتي انا خلصت الزد هنا، يا رب تكون فهمت الزد. انا عايزك تفهم الزد عشان مش تتلخبط. الزد بيبدا من الصفر، المستويات فيها بيبدا من الصفر، ما يبداش من الرقم اللي بعده. تعالى هنا اسمها ايه؟ لاين اكستنشن. ايه هي اللاين اكستنشن؟ هي الحته الصغيره ده، وليكن مثلا انا عايز ازودها بدل 2000 عايز اخليها 5000. وهنا برضو موديفاي، بس طارت. هي الحته الصغيره دي ده طارت، ده طارت فعلا طارت. من هنا ده الاكستنشن. ونفس الحوار في الواي، خليها مثلا 4000، رقم صغير كده. هي 4000 دي 50000. انا برضه ما طارت كده ليه وليه؟ فشفتوا هذه الاكستنشن. ونفس الحوار برضه رايت اباف، وهنا ليفت بلو. والاورجن، وليكن مثلا انا عاوز احرك انا كان اشوف الوقت عشان ايه ما ماشي. ولكن انا عاوز احرك الجريد ده من الاورجن، بسيطه جدا. تعالى هنا العب هنا، وليكن هنا 2000 مثلا، دي 20000 وحرك. ونفس الفكره برضو كان، وليكن برضو 3000 وحرك، مفيش اي مشكله. وبالنسبه بقى للماجنت، تعالى هنا نخلي دي صفار عشان ايه مش لخبطنا. تعالى هنا نشوف الماجنت جريد بلين، وليكن مثلا انا فاهمها لكم افضل. تعالى هنا ارسم هنا بيم من هنا لهنا، وما تتلخبطش ان شاء الله. انا هشرح كل حاجه وما يكونش يهمك اي حاجه باذن الله تعالى. دلوقتي انا رسمت بيم من هنا لهنا. دلوقتي انا هغير الجريد الاي والبي. تعالى هنا اطلع كده على الاتجاه الواي، بدل 7000 مثلا هخليها 5000 واعمل موديفاي. شوف اتحركت ازاي. الجريد اتحرك من غير ما يتحرك مع البيم. طب تعالى نرجع تاني 7000. ركز معايا في الحته اللي جايه دي. هنيجي هنا على ماجنت جريد بلين جريد كلر. فين يس هنا كانت موجوده هنا يا ولاد. احددها. راح فين ماجنت؟ كانت هنا ماجنت، ماجنت هنا. ده خافتها من غير مقصد. خليها يس وضغط اوكي. تعالى حرك بقى الحاجات ديت. قال الله بسم الله. مالها مثلا 9000. شوف ايه اللي حصل في البيم. البيم اتحركت مع الجريد. خليها 2000، خليها 1000، اتحركت. فطبعا الماجنت ديت بتتحكم في زي ما احنا شايفين كده. ودي بقى الكلر والحاجات التانية ديت السايز وحاجات تانية كده ايه مش عارف مالهاش لازمة دلوقتي يعني. او موديفاي. في برضو هنا جريد تاني بسم الله. جريد راديال جريد. بالنسبة للراديال دي ايه نظامها؟ يعني انت مش هتستخدمه كتير يعني، فانا شايف انه مش ايه لازمة. او له لازمة يعني في حتى اللي بتستخدمها عايز ترسمها دايرة وكده. ورسول محمد وكريت جريد لاين. لو انت عايز تعمل جريد صغير كده حلو من هنا مثلا راح فاهم، من هنا مثلا لهنا اكسباند يا بعمو. عملت جريد من هنا، عايز اعمل جريد تاني برضو، يبقى هنا جريد تاني مثلا نحطه مثلا من هنا، مفيش اي مشكله. لهنا ترسم جريد، بس انا شايفها يعني ايه مش هتستخدموها كتير يعني اكسباند. ولكن لو حبيت ترسم جريد يعني لوحده بترسمه عادي كده مفيش اي مشكله. ترسم مثلا من هنا لهنا مثلا لهنا. رسمت جريد هنا اهو. وكده اكون ان شاء الله خلصت الجريدات. ولو في حاجه ان شاء الله هضيفها تاني مفيش اي مشكله. ودي لو عايز تضيف واحده تانيه مفيش اي حاجه. كده احنا خلصنا الجريدات. احنا طبعا هنشتغل بجريد واحده مش هنشتغل بجريدين. ولكن لو عايز تعمل جريد تانيه هنا مثلا تعمل جريد تانيه هنا. وانا كده بهدلت الدنيا الحمد لله. ولكن طالما بنلعب خلاص انا عايزك تمسك البرنامج وتلعب فيه، ما يهمكش البرنامج.
على رأي المثل اعجل الدنيا، ما انت كده كده كنت بتعجنها في الامتحانات، هتيجي يعني على الجريدات ديت. فانا برضه زي ما انا بقول لك في جريد هنا اعجل زي ما انت عايز، بس احنا بنستخدم جريد واحد يعني. وكده يبقى احنا كده خلصنا حركة الجريدات، ويا رب يكون الدرس كويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.